كل رقم عنده معنى، وكل عجز ماشي غير نقص بالاتجاه، وكل مليار كيخرج من البلاد كيبين لنا فين مازال ما تصنعاتش الفرصه هنا. الا بغيتي تشوف الاقتصاد بعين ابعد من العناوين مرحبا بك. هنا ما كنهضروش غير باش نهضروا، كنشوفوا الواقع وكنبنيو عليه بهدوء. بدينا. تخيل معايا 822 مليار ديال الدرهم. هذا الرقم ماشي ميزانيه وماشي استثمار، هذا الرقم هو شحال صرف المغرب على الاستيراد في 2025. يعني 822 مليار درهم خرجت من السوق المحلي في عام واحد. السؤال ديالنا هنا ماشي علاش، ولكن السؤال هو شنو كان ممكن يتصنع هنا بدل ما يتستورد. السلام عليكم الاخوان، معكم يونس السالمي. هذه ابيزود جديده في سلسله ما وراء الارقام اللي كنهضروا فيها على لامبور ليكسبور من خلال التحليل ديال التقرير المكتب الوطني للصرف باش كنقدروا نقلبوا على الهوته فين كاين. تخيل معايا صديقي المقاول في 2025 المغرب استورد بما يقارب 822 مليار ديال الدرهم. 822 مليار ديال الدرهم خرجت من الاقتصاد الوطني في عام واحد فقط، وفي نفس السنه العجز التجاري وصل 353 مليار ديال الدرهم. دابا السؤال الحقيقي ماشي واش كاينه الفرصه، السؤال الصحيح هو فين مخبيه هاد الفرص داخل هاد 822 مليار ديال الدرهم. كل درهم تخلص في استيراد كيعبر على واحد المنتوج ما تصنعش محليا، على فرصه ديال التصنيع ضاعت، وعلى مشروع ما تزادش. اليوم غادي نحللوا التقارير ديال مكتب الصرف. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش مكتب الصرف هو المؤسسه المغربيه اللي كتراقب وتنظم المعاملات الماليه والتجاريه بين المغرب والخارج، وهو المرجع الرسمي للارقام، استيراد، تصدير، استثمارات وحركه العمله الصعبه، حتى الفلوس اللي كيدخلوا المغاربه من الخارج كتلقاوها في هذا التقرير. والمعطيات كتكون منشوره في الموقع الرسمي ديالو، تقارير شهريه وتقارير فصليه وتقارير سنويه. اللي بغى يفهم الاقتصاد بعمق خصو يبدا من هاد الارقام. باش نفهموا الصوره خصنا نسولوا اشنو كنستوردوا بالضبط وفين كتصرف هاد الارقام، وشكون يقدر يعوض هاد الواردات بصناعه محليه ذكيه، حيت الفرص ماشي في الافكار العامه، الفرص مخبيه في الارقام، واليوم غادي نقلبوا عليها بطريقه احترافيه. باش نفهموا المستقبل خصنا نكونوا واقعيين مع الارقام، ماشي غير حماس، ماشي غير طموح، ولكن قراءه واضحه للمعطيات. حيت السوق ما كيرحمش اللي كيخدم بالعاطفه، السوق كيربح فيه غير اللي كيعرف فين كتمشي الفلوس وفين خاصها تمشي. والتقارير ماشي مجرد وثائق، هي خريطه اللي كتورينا فين كيمشيو الملاير ديال الدراهم، اشنو كنستوردوا بكثره، وفين كاينه الفجوه اللي ممكن نسدوها بالصناعه محليا. اللي كيقرا الارقام مزيان كيشوف الفرصه قبل ما يشوفها السوق. وهنا كنمشيو خطوه ابعد، حيت التصنيع ماشي غير مشروع اقتصادي عادي، ماشي مجرد فكره باش نربحوا منها. التصنيع هو واحد الاختيار استراتيجي، اختيار كيتماشى مع الرؤيه الوطنيه اللي كيركز عليها صاحب الجلاله الملك محمد السادس. الرؤيه اللي الهدف ديالها تقويه السياده الصناعيه وتقليص التبعيه للاستيراد، خلق قيمه مضافه داخل المغرب وبناء اقتصاد اكثر استقلاليه. الدوله كتدفع لهذا الاتجاه والارقام كتاكد هذا الاتجاه كذلك. والسؤال اليوم ماشي واش كاينه فرصه، السؤال هو واش غادي نكونوا جزء من هذا التحول. تخيل معايا صديقي المقاول في 2024 الارقام كانت صريحه، الواردات 761 مليار ديال الدرهم، والصادرات 455 مليار ديال الدرهم، والعجز التجاري 306 مليار ديال الدرهم. ولكن هذا الرقم بوحده ما كيشرحش كل شيء. السؤال الحقيقي هو فين مشات هاد 760 مليار ديال الدرهم. الا قسمناها حسب الفئات الكبرى كنلقاو طاقه وزيوت الوقود اكثر من 120 مليار، الالات والمعدات الصناعيه تقريبا 160 مليار، والمنتجات نصف المصنعه 170 مليار، والمواد الاستهلاكيه اكثر من 140 مليار. وهنا كنلاحظوا واحد الحاجه مهمه، اكبر جزء من الاستيراد ماشي سلع فاخره، اغلبيه مرتبط بالانتاج. يعني المغرب ما كيستوردش غير باش يستهلك، كيستورد باش يصنع. وهنا خاصنا نهبطوا للارض ونشوفوا امثله واضحه. المنتجات نصف المصنعه كنستوردوا منها مثلا اللفائف البلاستيكيه، صفائح ديال الحديد والالومنيوم، مواد كيماويه صناعيه. هاد المواد كتدخل المغرب ومن بعد كتستعملها مصانع مغربيه باش تنتج سلعه نهائيه. السؤال هو الا كان الطلب موجود اصلا، واش ما يمكنش جزء من هاد المواد يتصنع محليا، حيت الزبون راه موجود وهو المصنع المغربي بنفسه. مواد استهلاكيه بسيطه بحال المنظفات، الادوات البلاستيكيه، مواد التغليف وقطع الغيار البسيطه. هاد المنتجات هذه ماشي معقده تكنولوجيا، ولكن كنستوردوها بكميات كبيره بزاف. وإلا السوق كيستهلك ملايين الوحدات، ها هي كاينه حصه كبيره اللي ممكن تصنع محلي. المكونات داخل
داخل الصناعات الكبرى المغرب اليوم عنده صناعات قويه، السيارات، الفوسفات، الفلاحه، ولكن بزاف ديال المكونات الصغيره كتجي من برا بحال قطع بلاستيكيه، السلوكه، مكونات معدنيه. يعني شركه صغيره متخصصه في مكون واحد فقط تقدر تحل مشكل السلسله الصناعيه كامله. يعني ما كنقولوش لك تنافس الصين، يعني غير تسد واحد الفجوه صغيره داخل السوق المحلي. يعني الصديق المقاول كل مليار درهم كيمشي للاستيراد كيدل على واحد السوق اللي موجود فيه الطلب راه موجود والمشكل كاين غير في المصدر. الا كان منتج كيتستورد بواحد مليار درهم سنويا، غير 1% من السوق كيعني 10 المليون ديال الدرهم ديال رقم المعاملات، وهذا راه رقم كبير بزاف بالنسبه للمقاوله صغيره. ودابا الا كانت سنه 2024 السنه ديال الضغط، في 2025 كانت سنه تسارع. الواردات 822 مليار ديال الدرهم، الصادرات 469 مليار ديال الدرهم، والعجز التجاري طلعت ل 353 مليار ديال الدرهم. ناري كتسمعوا مليار ديال الدرهم، مليار ديال راه كاين اللي ما قادش يحسب هذا الرقم. المهم غادي نحاول نكتبوا لكم هنا، نكتبوا لكم هنا راه فيه الزروات بزاف. المهم حاول تستوعب بلا ما تحاول تكونفيرتي الريال، دوك صحاب 1000 ريال 400 ريال بلا ما تكونفيرتي، حيت راه غيجيك واحد الرقم فيليك، غيجيك رقم جوجل. يعني الارتفاع كان اكثر ب 15%. سطحيا كيبان المشكل كيكبر، ولكن كاينه المفارقه. في الوقت اللي العجز فيه طلع، الاستثمارات الاجنبيه المباشره وصلت ل 56 مليار ديال الدرهم بزياده ديال 28%. يعني ان المستثمر الاجنبي كيدخل فلوس كثر رغم ان العجز كيتوسع. وهنا الفكره، العجز كيكبر ولكن الثقه الدوليه كتزيد. الارقام كتقول بان عندنا فجوه، ولكن المستثمر كيشوفها فرصه. 353 مليار ديال الدرهم عجز صديقي المقاول ماشي غير رقم في جدول الاقتصاد. هذا الرقم كيبين فين كاين الطلب قوي، ولكن مازال ما تلباش محليا. كل درهم كيمشي للاستيراد هو رساله كتقول هنا كاين السوق، هنا كاين الطلب، هنا كاين منتج يمكن يتصنع. السؤال ماشي واش الوضع صعيب، السؤال هو واش غادي نبقاو نقراو الارقام ولا غادي نترجموها للمشاريع. ولا وصلتي لهنا صديقي المقاول ما تبقاش غير متفرج، ناقش معنا في التعليق، قول لنا شنو الراي ديالك وشنو هما لي السوجي اللي تبغينا نهضروا عليهم. وما تنساش فولو باش نعاودو نطلعوا لك، حيت هنا ما كنهضروش غير على الارقام، كنهضروا حتى على فرص ما وراء الارقام. وهذا ما كان.